بنأكد في كلامنا ان احنا لسنا منحازين لأي طرف، وللطرف الآخر حق الرد، ولكل من ذكر أسمائهم أثناء حلقتنا حق الرد. أولا أنا نرجع بقى لتكملة حوارنا. معايا هنا مظبوط محمد رضا ادعى على كل من مختار وعماد أبو زهرة وعبد العظيم البارود بإحراز سلاح ناري وإطلاق طلقات نارية. هل ثبت في تحقيقات المباحث فعلا إصابات لأي أحد أو ثبت ده بالدليل المادي؟ هو ده حضرتك اللي أنا كنت برضو بقر بيه في أول اللقاء أو مع حضرتك في بداية اللقاء، إن إحنا النهاردة مجني علينا بصورة بحتة، لأن النهاردة الطرف التاني مفيش شخص فيه مصاب. حضرتك النهاردة لما هنرجع لتحريات المباحث او محضر الضبط او تحقيقات النيابه او للمستشفى او لكل من شارك في تحقيق الواقعه، هنجد ان الطرف الثاني ما فيهوش سمه اصابه على الاطلاق. فحضرتك النهارده لما هنيجي نقول الواقعه تمت ازاي، انا باكد لك ان الطرف اللي معايا ده طرف مجني عليه وبصوره بحته. النهارده لما هنيجي نقول ان المتهم او المدعو محمد رضا السيف الدين وجه لهم اطلاق اعيره ناريه، ووجه لهم احراز اسلحه ناريه، النهارده لما نيجي نبص في التحقيقات هنيجي ان التحقيقات او المحضر خاوي تماما وما فيهوش سمى الدليل تجاه سواء عماد، سواء محمد، سواء عبد العظيم، سواء مختار احمد. فهنيجي النهارده هنلاقي ان مفيش ولا شخص من الاشخاص اللي تم ذكرهم في الطرف الخاص بيا في لقاء حضرتك النهارده تم له او تم ضبطه معاه اي حاجه او تم الاعتداء من ناحيته على الطرف الثاني. لو جينا هنتكلم ان من قام بواقعه البلطجه طبقا لوصف المباحث او طبقا للواقع اللي حررها المباحث في محضرها او البلاغ اللي راح لهم بيقول لهم ان في واقعة بلطجة، فهنلاقي ان الطرف الثاني هو من قام بذلك. حضرتك النهارده انا معايا شخصين اتنين وشخصين من يعني الطرف الثاني هو اللي قام بذلك واقبض على الطرف المجني عليه ازاي؟ حضرتك النهارده لما بيروح بلاغ للشرطة هي مش جهة إصدار حكم، المحكمة هي جهة إصدار الحكم، وأكبر دليل على ذلك إن التشريعات عندنا كلها بتأكد إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فحضرتك النهاردة كل ده اتهامات وبلاغات وادعاءات من طرف، فلأن الناس دي المفروض إن هي دي الصفة المحايدة بتاعتهم، إن هو بياخد الطرفين، بعد كده التحقيقات هي اللي بتأكد مين قام ومين ما قامش، وكلمة الفصل بترجع للمحكمة، ما بترجعش للشرطه ولا بترجع للنيابه، الفصل هيكون عن طريق المحكمه. ماشي؟ تمام. فحضرتك النهارده كل اللي انا